يعني بذل تلك الفترة كيف تعرفت على عون الخشلوق؟ عون قصة غريبة هذا، وقصة بصراحة كمهزلة من مهازل الشعب العراقي اللي ابتلينا بيها. مهزلة يعني بصراحة من أحد ما متخيل نفسي إنه هذا عون اللي هو كمهزلة هو كان في وقتها يوصل إلى هالشيء اللي وصل، ما لا حسدا بي ولا كرها بي ولا بالعكس، يعني قضينا فترة مع بعض. بس كل ما هنالك انه اكو شغلات انه ما نقدر بعد واحد يتحمل بيها، انه يجي تشوف واحد مثل عون او غير عون او غير، المفروض انه الشعب العراقي كله انه يوقف امام هالوجوه هذه. بس احنا راح نعرف تفاصيلها كلها، بس بداية كيف تعرفت عليه باليونان؟ قبل مجيئه سوى مشكلة هو، والمشكلة ارتبطت انه جاء على شخص من بلغاريا، هو كان بلغاريا موجود. اجى من بلغاريا الى شخص في اثينا، دازينا ناس جماعه من بلغاريا يعرفون هذا الشخص هذا. اجى عليه قال له انا عندي كم فلوس في حدود 6000 5000 7000 دولار والله ما اتذكرها. قال له اريد افتح فد مشروع وفد شيء اريد افتح بيها واريد اعيش هنا باثينا. فتعرف احنا عراقيين، واحد يوقع على الاخ، واحد يساعد الاخ، واحد يعني نعونه يعني الانسان يعني. فهذا الرجل هم قال له يعني ترى صراحه عندي واحده اعرفها يونانيه ما اعرف شنو هذه، ان انت مالك حق، لا عندك اوراق، لا عندك اقامه، لا عندك شيء، لا عندك اثباتات انه تثبت انه تقدر انت تفتح وتعمل عمل باليونان. فعرف على اليونانية قال يا احنا نسوي شركة مكتب، يعني مال مو شركة او مكتب او مال فيديو كاسيت، تأجير فيديو كاسيتات، فيديو كليب. نعم. فمشروع ناجح هو بصراحة يعني بوقتها، او ذاك الزمان انه مرغوبة الكاسيتات، تأجير الكاسيتات وما اعرف شنو هذه يعني مرغوبة. فبهالفترة هذه اللي تعرف عليه فتحوا المكتب ما اعرف شنو هذه، بس هي قالت له انت ما تقدر تفتحها، نفتحها باسمي وانت تدخل وياي كشريك. نعم. هي للحق الملكية بحكم انه هي يونانية، بحكم يونانية عندها الملكية، وهي ملكية ال51 او ال55 او ال60 اخذتها هي حسب القانون اليوناني. القانون يقول لك ال51 لازم ياخذ اليوناني، وال49 لازم ياخذ الاجنبي. نعم. هذا قانون يوناني هذا موجود، هذا ما بي اي جدل وما بي، هذا معروف، هذا ومعروف على امام نعم. اللي حتى فتحوا شركات وفتحوا مكاتب، هذا اللي كان موجود في وقتها. هسه تغير ما تغير انا بعد ما اعرف فيها الامور هذه باليونان عندها شيء اياها. نعم. أنا حاليا أنا مو باليونان موجود، دولة ثانية. مش الشغل مالتهم بعد أسبوع أو 10 أيام قالت المحل محلي وأنت تفضل اطلع برا، أنت وصاحبك اللي جايبه وياك. نعم. قال له شلون يوم عودة ما شنو هذه؟ قالت له المحل محلي وأنا صاحبة الشركة وأنا صاحبة المحل. طلع ما شو اسمه يعني ما يقدر. شوف يعني شوف الغباء اللي عنده، انه انت تجي تسلم اموالك، تسلم فلوسك الى شيء تنزل عليكم طيالان يعني. هسه بعدين نتفرق فيها هاي الشغله هذه. فالمهم طلع وما اعرف شنو هذه سمع عنها الطش. يعني احنا كنا ايش قد عددنا احنا طلاب عراقيين كنا قليلين ذاك الزمان. ها احكي شيكياب 88 89 لحد 90 91 كان عددنا يعني نعدون بالاصابع. ما يطلع بينا يمكن 7 8 احنا باثينا، 10 بسالونيك، 2 3 باترا، وهاي يعني ما يطلعنا كل ما يطلعنا عندنا 20 عراق بكل اليونان من شماله الى جنوبه، وخاصه باثينا الشغله اللي يصير كلها طش. فسمعنا فلان انه شو اسمه على فلان وهذه وضحك على هذا عون ومسكين وما اعرف شنو. والله التقيت وياه في المره كنا رايحين مطعم مال كباب، هم جاب شخص ثاني عراقي وما اي سنه هاي بال 88 هاي بال 88. نعم. فقعدنا انا وشخص ثاني، انا ما راح اجيب اسماء بصراحه، ما راح اذكر اي اسم لانه ما اريد احراج الى اي شخص. نعم. بس انا اقولها للمشاهدين واقولها للشعب العراقي واقولها اذا عنده عون ورجوله او من يجي يقابلني الي ونذكر الاسماء. يجي يقابلني إلي مقابلة شخصية أو يتصل بالتليفون ويجي يقول لي سعد أنت هاي الأمور لا ما حاكيها صحيح، ونجيب الأسماء ونجيب شغلات ونجيب كل شيء. الإثباتات اللي هو ذا عليه ذا إثباتات علي، أنا أجيب إثباتات علي ونجيب الأسماء في وقتها. بس أنا أدعوه أنه يجي يقابلني على الهواء. نعم. وأمام الشعب العراقي كله. هذا من حقك.
انه تطلب مقابله شخصيه. اطلب مقابله شخصيه امام الشعب العراقي نشوف ونسمع لانه اللي صار بوقتها. انا اول ما قلت له انت غبي. بعد ناس متعارفين احنا. قلت له من الغباء انت تسلم فلوسك ما اعرف قد 6000 او 7000 دولار تسلمها الى شخص انت مني وهذا فلان جابك. قلت له فلان جابك انت ما فكرت بيها تاخذ عليها كمبياله، تاخذ عليها صيف، تاخذ عليها فتشي، تاخذ بها حسب قصتك انت. غير تفتهم انت الامور هذه. انت جيت سلمت فلوسك. ايوه انا داخل ويا شريك. قلت من عرفت بقانون اليوناني الشريك اللي داخل اقل من 51% يطلع باي وقت. نعم. داعي بفلوسك داعي بديت احسبها يعني بصراحه من حرتي الى يعني اشوف انا هاي فلوس كعراقي اشوف مسكين يعني هذا ضرب بها الشهر هذه وساعد ما اعرف شنو هذه يساعدني. والشخص الثالث قال شوف مساعده. قلت له والله اللي علي انا اساعدك اوديك على محامي اوديك على واحد هذه بل كنت تفاهمون انت وياها ترجع لك حتى المبلغ مالته. قال لي والله وجهه معقوله انه هو كنت ترجع لي المبلغ ترجع لي هذه. اي قلت له روح شو وياها اول مره احسن من نجيب محامي احسن من نجيب شو اسمه. روح شو وياها اقول له شو اسمه المبلغ اقول له دا ماكو اشتكي عليك. اي فوالله بالفعل سمع كلامي وهذا راح اسويها. قالت له زين اوكي انت تجي كل شهر من الارباح اللي اني اخذها تجي تستلم مبلغ من الارباح. قالت له اوكي شوف سوى انا ارباح بالشهر اسوي 100 دولار انت تجي تاخذ 20 او 30 دولار على سبيل المثال. انا اقول لك انا سويت 1000 دولار تجي تاخذ لك 300 400 دولار زين لحد ما افض دينك وتروح. قالت لما وقت اوافق عليها احسن ما تروح فلوسك كلها ماكو عندك خيار ثاني ما تبقى محاكم وتجر بيها وهذه تروح تدفع محاكم وتروح تدفع محامي اي فبقت علاقتنا والله طيبه يعني زوره وهذه ما اعرف شنو طبخ باني وتمن هو طباخ باني وتمن من الدرجه الاولى يعني بصراحه يعني طباخ تمام كان يدعونا يعني وصديق ثاني الله يرحمه توفى. لا الحمد لله. فكنا دائما نروح على البيت يجي عند بيتي نروح عنده بالبيت يطبخ لنا بانيه تمن شاي يسوي لنا طباخ. بس هو يعني شخصيه ما عنده بصراحه يعني مو تقول انه انسان شو اسمه. احنا كنا يعني دائما نحكي وياه اقول له يعني شويه تني سوي لك شويه شخصيه شويه هذه. نعم. لحد ما مره من المرات احنا كشفناه احنا كنا داخلين بالصدفه انا والشخص الثاني. اي ومستعجلين ويا شخص اللي كان هو شريك نعم بالشركه فتحوا شركه امبورت اكسبورت. يعني في وقتها فتحوا الشركه امبورت اكسبورت يعني شويه شغله ما هضمتها يعني كثير يعني ما صدقت بيها امبورت اكسبورت. ذاك اليوم جيت ما تعرف البلد هذا اللي مشتغل وياه وما اعرف شنو شركه ماضيها من نعرفهم دول كل زين الناس. مع هذا الشخص عراقي احنا كلنا عراقيين كنا ماكو عندنا واحد حتى فتح وياه شركه هو اللي فتح وياه شركه عراقي فتحوا شركه مع امبورت اكسبورت بكلاماكي بيت هو هذا نفس العراقي. ف ما خشدان بعقلي مال امبورت اكسبورت يعني قلت يعني يجوز يعني مو مشكله. احنا يوم من الايام احنا كنا رايحين انا والشخص الثاني اللي وياه صديقي اللي توفى الله يرحمه. نعم. دخلنا يعني قالوا ساعه احنا طالعين ما اعرف شنو هذه ورايحين المطار نستقبل شخص. اي والله مره ثانيه ونسوي لكم عزيمه محترمه وهذه ما اعرف شنو احنا مستعجلين ونعتذر وما اعرف شنو هذه. بين ما هالكلام هذا احنا نريد نطلع شو اسمه هذه طقت سياره مال تاكسي نزل وياه واحد معقل قال خليجي ما اعرف شنو جنسيته بصراحه. يعني هو سأله استقبلوه ما اعرف شنو احنا صار عندنا شويه شك بيه الموضوع هذا. خليجي شنو هذه هم متوعدين قبل ويا مريه ويا بنيه يعني صارت فد شيء لغز. المهم كشفت وضعيته امامنا وكشفت وضعيته بيت اللي موجود به هو هذا شنو كان يستعمله بيته. هذا الشخص شنو اللي اجى المعقل قلت لابس عقال عربي؟ السياحة جاي سياحة هم استقبلوه بالبيت. كانت روايتهم قبل ما من أول ما دخلت أول ما دخلوا قال نحن رايحين للمطار نستقبل شخص. زين. عندنا ناس نستقبلهم بالمطار. زين. قالوا بنية ما أعرف شنو. لا ما قالوا لا بنية ولا حكوا ببنية لا حكوا بس هم قبل ما احنا كنا شو اسمه كان يحكي ويا بنية. بالبلغاري. نعم. اي قال تسمحوا لي وهذه ما اعرف شنو هذه عندي ناس بلغاريين وهذه ما اعرف شنو اي صديقتي ما اعرفها ما اعرف شنو هذه بلغاريه تحكي بالبلغاريه ما فهمت. ما من دخلنا احنا عليه. نعم.
كانت الأعذار في تلك الفترة بارتباطاتهم بأشخاص يعني غير متشابهة، بالتالي خلق عندكم شك أنها الخشلوق ورفيقة بالسكن ربما عندهم شغلات مريبة. قلت دخلت عليه وهو يتكلم بالبلغاري. هو مو رفيقة بالسكن هو بصراحة. البيت هو كان بيته هو هذا الشخص العراقي. نعم. وكان متزوج يعني بصراحة الرجل. هذا البيت فتحوه يعني للشغلات ثانية بعيدة. ظاهر بعدين اللي افتهمناه واللي شفته اني امام عيني شافوه عراقيين يعني قله كانوا موجودين اللي شافوه بيت يعني كان بيت مو بيت سكن هو بالنسبه الى عون بيت سكن هو بس بنفس الوقت هو كان بيت يعني كانوا يعملون اثنينهم بهذا المهنة. هم اثنيناتهم كانوا يعملون، واحد يجيب خليجيين وواحد يجيب بلغاريات. ويتم اللقاء بالبيت اللي يسكنون بالبيت. بعدين تجاوزوا حدودهم بهالمسألة هذه يعني حتى انه بدأوا يصرفون تصرفات غير لائقة بصراحة مع الضيوف يعني هم ضيوف يعني هم ضيوف يعني ما عندي شيء فيهم. نعم. يعني بتلك الفترة خلينا نكون حتى بالتفاصيل أدق. قلت دخلت كان يتكلم بلغاري بالتليفون مع بنت. وبما يضبطون يعني هو يتكلم البلغاري واليونانية أيضا يتكلمها بحكم أنه مقيم باليونان. بالمرة ما كان يتكلمها، لا يقول ياسو ولا يقول تيكانس ولا هالشغلات هذه ما كان يعرفها. شلون كان يمشي اموره العاده باليونان؟ يمشي اموره مثلا مرات اذا عنده شغله مثلا يستعين بي اذا ويا ابو الايجار ابو البيت شغلات مثلا اذا يريدها من برا او شغلات يعني مستصعبه مرات يسالني بيها او اروح انا اساعد ما بيها شيء يعني مساعدات يعني. زين استاذ سعد، يعني في تلك الفتره انبنت فقط شغله او نقول العمل مالته فقط على اداره هذا بيت مثل ما تفضلت به اللي قلت سكنوا بالدعاره، اعمال تجاريه ما كان يمارس. هي الفكره مالتهم على اساس انهم مهمين بها الناس وهي امبورت اكسبورت هي يقول لك استاذ حقيقه الواجهه مالتها امبورت اكسبورت. نعم. والاجازه اللي ياخذوها امبورت اكسبورت. اوكي. واقامه العمل اللي سواه هو عليه امبورت اكسبورت. بس وين الامبورت اكسبورت؟ انا مشيت واحد يجي عليه امبورت اكسبورت وجا اخذ شو اسمه شغلات وذا هذه شلون همشي تروح على ناس ما طلع لنا امبورت اكسبورت واجيب على ناس وهذه ما شفت واحد قال لي فلان او عون جو عليه امبورت اكسبورت، ما شفت واحد خليجي ياخذ امبورت اكسبورت. اذا كانت هذه وشنو اللي ياخذونه من اليونان الخليجيين امبورت اكسبورت؟ كانوا قبلنا هوايه تجار موجودين اليونانيين يروحون ويجون. شنو اللي موجود باليونان سيارات نقلات شنو موجود؟ هي الزيتون عندهم وهاي. المخابرات كانت محتوى كثير ترى بصراحه. دعموه بتاسيس شركات؟ ما اعرف هاي بهذا دعموه شركات المخابرات العراقيه بس كانوا يدعموه. قال لي انا نفس الشيء يعني هم يريدون يكسبوني وانا هم دا افكر بالموضوع يعني حاول انه يتهرب من الامر. بدايه وسخه. فاذا كانت البدايه وسخه انتم اعزائي المشاهدين هذا شاهد اسمه وعنوانه وموجود، بس لا تستعجلون. وانتم ايضا قناه البقلاويه البعثيه لا تستعجلون، بعد هاي الزلاطات انتظروا لما ما نخلص. اذا عندكم تعليق، لان اذا تعلقون هسه راح تنسلقون مو صالحكم، لان ورا راح تتفضحون اكثر. فانتم والمشاهدين الاعزاء انتظروا الحلقات القادمه. مو بس استاذ سعد، لا عندنا بعد 3 وعندنا وثائق نحكي بالوثائق. هاي الوثيقة الفلانية هاي الوثيقة الفلانية بالوثائق نحكي. بس هذا الشخص عرفنا لكم إياه من هو، شلون عايش هناك وياه، وبدأ يحكي قصة طراقيع وأشياء ما تنسولف قطعناها. بس أنا للأمانة راح أسوي لكم إياها سيديات أقراص وأنزلها 18 زائد أكتب عليها، لأن 18 جوا ما يصير يشوفها. أنا مهدي حكاها، لا أنا مهدي حكاها ولا قالها. هاي ناس عايشة بالحدث.